هقولك على حاجة. بتكون قدام الشغل ووراك مسؤوليات وحواليك ناس كتير، بس فجأة في لحظة صمت بتفكر أنا رايح فين. الفراغ اللي بيجيلك ده مش فراغ عادي، ده فراغ مختلف، فراغ بيقولك إن في حاجة ناقصة حتى لو كل حاجة قاعدة في مكانها. القلق ده والضياع ده اللي بيخليك تسأل نفسك إيه اللي بيحصل؟ ليه بحس كده؟ وتبدأ الأصوات تشتغل وتدور في دماغك. صوت بيقولك شكلك تعبان ومش عارف تمشي، صوت تاني الناس كلها عارفة طريقها وانت لسه ضايع، وصوت بيتهمك لو كنت قوي ما كنتش حسيت بالضياع ده. النهاردة هنوقف كل الأصوات دي ونرد عليهم بسؤال واحد: مين قال إن الضياع معناه إنك ضعيف؟ ضيعت طريقك؟ ما تقلقش، ممكن تكون أول خطوة في طريق أكتر وعي. حاسس إنك واقف مكانك؟ ده مش تأخير، ده استعداد. مش عارف إيه الهدف؟ يمكن الهدف الحقيقي مش حاجة توصل لها، يمكن الهدف هو الطريق نفسه. في الحلقة دي مش هتسمع كلام نظري، هتسمع أسئلة هتساعدك تشوف ضياعك من منظور جديد. ضياعك ممكن يكون دليل على قوتك مش ضعفك، على إن لسه فيك شغف، على إن لسه فيك فضول، على إن لسه فيك روح بتدور على معنى أعمق. فخليك معايا، لأن الرحلة دي هتبدأ من نقطة الضياع وممكن توصل بيك إلى أقوى إصدار من نفسك. أهلا بيكم في بودكاست قلم حبر. أنا نرمين حكيم وجاية أقدم لكم سلسلتنا الجديدة مين قال. السلسلة دي هتسألك أسئلة بسيطة جدا، لكن إجابتها ممكن تغير طريقة تفكيرك وحياتك. ما تنسوش لايك وشير الحلقة وكومنت تشجيع منكم. في الحلقة النهاردة هنكسر مع بعض فكرة إن الهدف لازم يكون حاجة كبيرة عشان يبقى له قيمة. كتير مننا بيقضي سنين وهو بيسعى لصورة النجاح اللي المجتمع رسمها: شهادة عالية، مركز مميز، دخل مريح، وبنعمل كده وإحنا مقتنعين إننا بنبني هدفنا. لكن فجأة وبعد ما حققنا حاجات كتير بنقف في نص الطريق بنفس السؤال: طب إيه هو الهدف الحقيقي؟ ليه لسه بحس إن في حاجة ناقصة؟ السبب ببساطة إننا خلطنا بين النجاح التقليدي والهدف الشخصي. الأول ممكن يتقاس بشهادات ومناصب وأرقام في البنك، إما التاني فهو أعمق. الهدف الشخصي هو الإحساس بالاتجاه الداخلي، هو القيم اللي بتحركك، هو المعنى اللي بتبنيه في تفاصيل يومك. المجتمع بيعلمنا نجري لخط النهاية، لكن بينسى يعلمنا إن الحياة مش سباق، هي رحلة استكشاف. والرحلة دي الضياع فيها مش عيب، دي إشارة إنك لسه بتبحث عن حاجة أعمق من اللي قدامك. فإزاي نعيد تعريف الهدف؟ أول حاجة، الهدف ممكن يكون نمو مش وصول. كل يوم تتعلم حاجة جديدة عن نفسك، تتخطى مخاوف بسيطة، تتفهم مشاعرك أكتر، ده إنجاز. النمو الشخصي هو خريطة الطريق الحقيقية مش المنصب اللي هتوصل له. تاني حاجة، الهدف ممكن يكون جودة العلاقات، الإحساس إنك موجود في حياة الناس وإنهم موجودين في حياتك، بمعنى حضور حقيقي، إنك تسمع وتتسمع وإنك تحب وتتحب. ده هدف إنساني عميق وبيغذي روحك. تالت حاجة، الهدف في التأثير الإيجابي البسيط، ابتسامة تهديها لحد يومه كان صعب، مساعدة صغيرة، كلمة تشجيع، حتى الطاقة اللي بتخرج منك في أي مكان بتكون فيه، ده تأثير ملموس. ومع إنه مش إنجاز مكتوب على ورق، إلا إن بصمته أعمق بكتير. رابع خطوة، الهدف في إيجاد المعنى في التفاصيل، في راحة الصبح مع فنجان قهوة، في متعة هواية بتحبها، في لحظات الصمت اللي بتبقى سامع فيها صوتك الحقيقي. للأسف
عندنا ضغط رهيب في فكرة إننا لازم نعمل حاجة عظيمة عشان حياتنا تبقى مهمة، لكن الحقيقة إن العظمة الحقيقية في الاستمرارية اليومية، في اختياراتك الصغيرة اللي بتحافظ فيها على إنسانيتك، على فضولك، على لطفك، على احترامك لنفسك. ما تتحملش نفسك عبء تغيير العالم لوحدك. غير عالمك الشخصي الأول، علاقاتك، صحتك النفسية، طريقة تفكيرك. في المرة الجاية اللي هتحس فيها إنك ضايع، اسأل نفسك: إيه أبسط حاجة ممكن أعملها النهاردة تخليني أحس بإنسانيتي؟ مين الأشخاص اللي بحس إن أنا معاهم؟ إيه التفاصيل الصغيرة في يوم اللي بتبعتلي سلام داخلي؟ الضياع مش نهاية الطريق، هو بداية البحث. بحث مش إجابة واحدة بس، هو أسئلة شخصية. الهدف الحقيقي مش نقطة في المستقبل البعيد، هو الطريق نفسه، هو الطريق اللي بنمشي بيه، اللي بنشوف بيه، اللي بنكون بيه مع نفسنا ومع غيرنا. وممكن الإجابة على سؤال ليه بحس إني ضايع تكون ببساطة لأنك إنسان حي، بقلب بيتحرك، وعقل فضولي، وروح بتبحث لمعنى أعمق، وده في حد ذاته بداية جميلة. شكرا لوجودكم معايا النهاردة، ولو الموضوع ده لمس حاجة فيكم شاركونا تجربتكم، وقولوا لنا إيه التفاصيل الصغيرة اللي بتديكوا إحساس بالمعنى في حياتكم. نتكلم قريب في حلقة جديدة، ونتعلم سوا إزاي نعيش بحرية أكتر في سلسلة مين قال. كانت معكم نرمين حكيم، وده بودكاست قلم حبر. استنوني في الحلقات الجاية.